لماذا نحبه؟ نحبه لنرزق شفاعته، نحبه لنحشر معه يوم القيامة. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس أن أعرابيا جاء فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ كأنه يقول: بني، الساعة آتية لا ريب، المهم هل تحضرت لها؟ وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. يا الله على صدق الصحابة. إياك أن تفهم من قوله لا شيء أنه كان تارك للصلاة، أنه كان يرتكب الموبقات. إنما الرجل يرى عمله في عين نفسه صغيرا وضئيلا ولا ينجيه من النار غدا. صدق. وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء. أنا لست كخالد بن الوليد القائد البطل الفاتح، ولا كعمر الفاروق هذا الإمام الكبير، ولا كأبي بكر الصديق، ولا كابن عباس بحر العلم. أنا رجل من العامة. وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. اللهم إنا لم نعد شيئا إلا أننا نحبك ونحب رسولك، اللهم فنجنا. وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرح المسلمون يومئذ بشيء كفرحهم بقول النبي: أنت مع من أحببت. وفي رواية قال: فأنا أحب الله، أحب رسوله، أحب أبا بكر وعمر، اللهم فاحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم.